حزب العداله والتنميه الى رجع للحكومه يكون مثلا في الاغلبيه او اللي يترأس مثلا الحكومه المقبله، واش نظرك غادي يتنازلوا على موقف ديالهم من التطبيع؟ حيت هما دابا حاليا كيقول لك على انه حزب العداله والتنميه هو ضد التطبيع. نعم. واخا اللي سنى على نعم. التطبيع هو رئيس الحكومه السابق اللي هو صح. سعد العثماني، كيقول لك انه موقف واضح ديال حزب العداله والتنميه انه ضد التطبيع. واش كتعتقد على ان حزب العداله والتنميه وهو حزب اسلامي الى رجع للحكومه واش غيبقى الموقف ديالو او لا غيتبدل؟ جواب واضح. جميع الاحزاب السياسيه في المغرب اسلاميين وغير اسلاميين يتعاملون بمنطقين: المنطق الحزبي عندما يكون في المعارضه، والمنطق الرسمي منطق الدوله عندما يصلون الى الدوله. العداله والتنميه الان هو ضد التطبيع، لكن عندما سوف يصل الى الدوله سوف يكون مع التطبيع. هذا واضح كما حصل سابقا. لماذا؟ لأننا نحن في دولة أولا جلالة الملك هو الذي يقود السياسة الخارجية، وهو الذي يهتم بالمصالح الكبرى للأمة المغربية. لا يمكن لأي حزب سياسي أن يصل إلى الحكم ويتلاعب بالسياسة الخارجية. ولا أعتقد، يعني أنا شخصيا لا أحب هذا. بمعنى يأتي حزب غدا يقرر بأن سياسته الخارجية سوف تكون مثلا مع فنزويلا أو مع روسيا أو مع إيران أو هكذا، ويأتي حزب آخر سياسي آخر فتكون له اختيارات أخرى. لأن السياسة الخارجية دائما لديها أبعاد ليست فقط سياسية أو اقتصادية، إيديولوجية كذلك.